تعالَ أقول لِك إيه اللي حصل لي لمّا طلبت من أباتشي نتيجة كل الفيديوهات اللي عاملينها البلوجر، وخلاص بقى يعني دماغنا وجعتنا من كتر ما عمّالين يعملوا فيديوهات عليه، وبما إنه هو على أول الشارع بتاعي الفرق بيني وبينه يعني لو هاركب توك توك يعني 5 دقايق، فطلبت منه الوجبة اللي هي الكبيرة 15 قطعة، دي المفروض من غير ضريبة و513 بالضريبة 585 بالتوصيل كام؟ 602 يالّا بقى. أول ما فتحت لقيت زي ما أنتم شُفتوا كده أنا مخلّية جوزي هو اللي يطلّع الحاجات، لقينا 5 كايزر آآ كويسين، يعني ما نقولش عليهم بايتين وما نقولش عليهم طازة، يعني مش طريين زيادة أوي، أوي عن اللزوم وفي نفس الوقت مش ناشفين، بس اللي أنا شُفته بعديها هو ده اللي خلّاني مستغربة شوية. إحنا طبعًا ولا قايلين لهم إن إحنا هنصوّر ولا أي نيلة خالص، يعني أنا طالبة وجبة لإن أنا عندي النهارده شغل في البيت. القطع كبيرة أوي، بعد ما خلّصنا لقيت في ورقة لقيت تحتيها 3 قطع لإن إحنا طالبين 12 spicy 3 عاديين، جاي معاهم كاتشب، جاي معاهم مناديل wipes، جاي معاهم واحدة كول سلو، جاي معاها لتر بيبسي، جاي معاها قرافزات كتيرة أوي، نايلون كتير، ده إحنا طالبين في البيت جايبين كمية كبيرة جدًا، بس كانوا ناسيين الفرايز وقالوا لنا دقيقتين بالضبط وهنوصل لهم، خصوصًا إن إحنا قريبين أوي من الفرع. فهُم بالضبط اتصلوا دقيقتين وجابوا بدل ما يجيبوا واحدة علبة واحدة فرايز، لأ جابوا لنا 2 بطاطس تعويضًا على ال5 دقايق التأخير، واستغربت جدًا لإن هُم اتصلوا أكتر من مرّة، بعتوا على الواتساب يأكدوا لنا الorder. الorder خد قد إيه عقبال ما جه؟ حوالي نُص ساعة، البطاطس كان عليها توابل حلوة جدًا، أنا أول حاجة بابتدي بيها الcoleslaw يا جماعة، انسي الفراخ شوية، coleslaw. تعالوا بقى نخش على الفراخ، الفراخ حجمها كبير crispy، لأ في سِنّة كده crispy، دي بنتي وهي بتاكل لازم نختبر عليها التتبيلة فعلًا واصلة لغاية جوّه، شايفين الحمار لإن أنا طالباها spicy، مش أصل الspicy اللي خلّاك تفضل تكح كده، لأ هو حلو أوي crispy أوي من برّه، جوّه الفراخ طازة مستوية ما فيهاش أي نقطة دم خالص، طعمها حلو، طعمها حلو جدًا، ده جوزي هيشرح لكم. احنا هناخد حتة كده نجربها، يعني احنا بصراحة أول مرة نشتري من عنده، فنعمل زي الفود بلوجر اللي هم بيطلعوا يقولوا. طبعا التتبيلة لغاية جوه بصراحة، واللحمة بتاعتها بيضة جميلة، يعني شكلها حلو. وطبعا قبل ما اكل هي جوسي بقى، يعني الكلمة اللي هو أي حد أصلا بيقولها وخلاص، مش عارف بيقولوها ليه على أي أكل. فأنا هندوق الحتة الصغيرة دي بس كده، هي حاجة. أنا مش عارفة هُم باعتين لنا قرافزات كتيرة أوي كده ليه، إحنا كُلِتنا يا جماعة، مش شايفينها هي بيضة أوي، طعمها حلو، والتتبيلة بتاعتها crispy أوي من حلوة، برّه وفي نفس وjuicy أوي الوقت أنا من جوّه. بحب السبايسي كمان، فهي السبايسي كويسة. لأ وعايزين نورّيكم طبقة، الحجم الدي اللي هي المفروض دي الحجم عامل إزاي؟ ده بس دي دي المفروض اوريجينال. اللي هي بس اللي يعني من احنا غير برضو بنتكلم أي في حاجة، تتبيلة. انا قلت لهم ان هم انا اول مرة اطلب منكم، وانا فجات لي بالمنظر ده الاحجام، فانا مش عارف هي دي الطبيعة بتاعت المطعم ولا لا. لو هي دي طبيعة المطعم بصراحة تبقى حاجة ممتازة جدا، يعني لان الاحجام نفسها كويسة جدا للقطع. يعني ممكن تبقى مثلا بالنسبه لهم حجم الدبوس ده هو اللي لحد ما صغير، مع ان انا برضو شايفه ان هو مش صغير يعني. حجم بس الباقي القطع التانية سواء كانت الصدر او حتى اللي هي الفخذ والحاجات دي، بتبقى قطعه كبيره جدا ما ضخم فيهاش أوي، اي حاجه. أوي. يعني دي مثلا ممكن تبقى اللي هي الكيله، وكده كده لازم تبقى موجوده يعني. أنتم سامعين شايف صوت ان القرمشة أصلًا، أنا ولادي عمّالين ياكلوا لا، وإحنا بنعمل الطبقه ما بتتشالش. الطبقه ما بتتشالش ومقرمشه. يعني انا مش عارف بقى انا كده فشلت كفود بلوجر ولا لا، بس يعني انا بحاول اعمل زي الناس يعني. جميله جدا يعني. لو هفكر اشتري تاني هشتري منه، انا اصلا من الناس اللي بتحب الفراخ دي جدا، فممكن اشتري لأ واتبعت منه لنا تاني، هشتري كمية منه. كاتشب مش طبيعية بصراحة أصلًا. هم عندهم ذوق كبير جدا، لان انا بُصّوا البطاطس ما اتبعتتليش مع الاوردر، فهم جابوا بطاطس تاني راحوا باعتين لي وشكلها حلو بطاطس. أوي بصراحة وطعمها مختلف، يعني المفروض إن دي اللي بتطلب من أي محل تاني يعني. وبعتوا معاها كاتشب زياده. انا ده هو مش ما كاتشب بحب. زيادة، ده تقريبًا بعتوا اه، الكاتشب كله اللي في المحل. زياده. بس هو طبيعي، ده مش اللي بيطلع مع الاوردر، يعني ما أنتم اعتقدش أصلًا ان هو ده اللي شايفين بيطلع، بس اللون هو في حاجه زي بتاع كده. الحاجة؟ الكاتشب انا مش بحب الكاتشب احطه على الفراخ، لان الكاتشب ده بيبقى اللي هو عادي إحنا العادي، بنشربه، وانا إحنا بحب بنشربه الحار، مش بناكله. ما باكلوش. بس خلاص كده مش هقول حاجه تاني بقى.